مرات كتيرة كتحسي أن حياتك وصلت لطريق مسدود، كل شيء كيدور في حلقة مفرغة، تعب، ضغط، علاقات ناقصة، عمل بلا معنى، أجر قليل، وكيجي وقت كتعياي من هادشي كامل وكيطلع لك راسك فراسك، كتحسي بشي حاجة لداخل ديالك كتقول لك ستوب بركة، بغيت نتبدل، بغيت نعيش حياة جديدة. ولكن التغيير الحقيقي ما كيبداش من الأحداث، التغيير الحقيقي كيبدا من النية، من القرار اللي كتاخديه بينك وبين نفسك وكيقول لك بأنك صافي غادي تبدلي. علاش خاصنا نبداو من الصفر؟ أغلب الناس ما كيتغيروش لأنهم كيبغيو يحتفظوا بكل شيء، بنفس الماضي، بنفس العادات، بنفس الناس وبنفس الأفكار، نفس المشاعر، وكيبغيو نتيجة جديدة، ومن طبيعة الحال هذا مستحيل. باش تولدي من جديد خاصك تموت ديك النسخة القديمة منك اللي كانت كتخاف وكانت كترضي الناس وكتكبت المشاعر ديالها، وكتبداي تولدي نسخة جديدة واعية حرة ناضجة. سولي راسك، واش أنا فعلا راضية على حياتي الحالية؟ واش هاد النسخة مني كتستحق تعيش باقي العمر ديالها بهذا الشكل هذا؟ إذا كان الجواب لا، فبرافو عليك ومبروك عليك، لأنك وصلتي للحظة ديال الوعي، لحظة البداية الحقيقية. التغيير كيبدا من الداخل، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس كيتخيلوا بأن التغيير بحال شي بوطونة ديال شي تيليكوموند غتورك عليها غيتغير كلشي. ممكن تغيري الخدمة ديالك، تغيري العلاقة، تغيري اللباس، تغيري الشكل، ولكن الحقيقة راه ما كاين حتى شي تغيير حقيقي حتى يتبدل الداخل ديالك. والداخل هو أفكارك، مشاعرك، نيتك، طريقتك في النظر للحياة. ملي كتبداي تنظفي الداخل ديالك من التعلق، من الخوف، من الذنب، من المقارنة، كيبدا الخارج ديالك كينعكس بطريقة مختلفة تماما. بعض المرات وانتي في طريق التغيير كيجيو شي حوايج عكس داكشي اللي بغيتي وكتلفي وكتقولي اش هادشي وعلاش وكيفاش، ولكن هذاك غير الغربال، ما عندك مناش تخافي. كيجيوك شي حوايج في الطريق كرسائل كتقول لك ان هاد الحاجة ما بقاتش خدامة ليك وما بقاتش عندها أهمية في طريقك. التغيير الخارجي هو فقط مرآة لداكشي اللي كاين في الداخل ديالك. وباش تتبدل حياتك جلسي مع راسك وسولي اشنو هما الحاجات اللي ما بقاتش خدامه ليك، اشنو هما المعتقدات اللي حابسه التطور ديالك، واشنو اللي كاين في الاعماق ديالك. هاد الاسئله ما غتجاوبيش عليها بالزربه، ولكن هي الباب نحو النعيم. ملي غتجاوبي عليها غتحسي انك بديتي كتعرفي عن نفسك وكتقربي من الحقيقه. واخا حياة كيفاش غنخدمو بالنية؟ ديري في بالك أن النية هي أساس كل تغيير، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ماشي غير رغبة وصافي، ولكن قرار مقدس بينك وبين الله. غتاخدي واحد الورقة صغيرة وغادي تكتبي فيها: من اليوم نويت نبدأ من جديد، من اليوم نويت نعيش بسلام بوعي وبحب. وغتحطي ديك الورقة في شي بلاصة اللي ممكن تشوفيها كل نهار، وتفكري راسك بالنية ديالك وغتثبتيها كل صباح قبل ما تشدي التليفون. بطبيعة الحال غتقرايها وبصوتك، قرايها بصوت عالي، يعني بصوت عادي، ماشي تقرايها في خاطرك. خلي ديك الكلمات غادي تدخل العقل الباطن ديالك وغادي تغديك بواحد الطاقة جديدة وتحفزك، لانك ملي كتزرعي النية في القلب الكون كله كيتعاون باش يفتح لك الابواب المناسبة لديك النوايا باذن الله تعالى. أشنو هي أول خطوة عملية غتبداي بها؟ بطبيعة الحال النية بوحدها ما كافياش، خاصها سعي عملي صغير يومي ومستمر، ماشي تغييرات كبيرة دقة واحدة، غير عادة بسيطة تبين أنك بديتي فعلا صفحة جديدة. وكل شيء كيجي بالتدريج. غتختاري عادة واحدة، إما الفجر ولا ورد يومي ولا المشي ولا تشربي الماء مزيان إلا ما كنتيش كتشربي الماء بزاف، بطبيعة الحال بوعي وشكر. يعني كل خطوة صغيرة هي رسالة للكون كتقول بأنك مستعدة تتغيري، ومع الوقت غادي تشوفي كيفاش التغيير كيتحول من فكرة لحقيقة. وفي الأخير غنقول لك التغيير الحقيقي ما كيبداش بالهضرة أو بالقرارات الكبيرة، كيبدا بلحظة صدق مع النفس، بلحظة تقولي فيها أنا أستحق حياة أفضل، ماشي حياة مثالية ولكن حياة حقيقية راقية وهادئة. ديري في بالك ماشي ضروري تعرفي الطريق كامل، المهم ديري الخطوة الأولى.
وانتي كتجربي وانتي كتفهمي، والحياة غادي تجاوبك وحدة بوحدة، لأن النية الصافية عمرها ما كتضيع. كانت معكم حياة في بودكاست رحلة إلى النعيم. ما تنسيش تشاركي وتشاركي الحلقة مع كل وحدة حاسة أنها تستحق بداية جديدة، ونلقاك في الحلقة القادمة إن شاء الله. ما تنسيش تهلاي في راسك وتهلاي في صحيحتك، وتابع الحساب، راه غينفعك غينفعك.